السلام عليكم الخوت. مرحبا بكم معنا في قصة جديدة. ما تنساوش اللي عجبتو القصة يخلي واحد لايك وواحد سبسكرايب. مشينا. عايش وما عارف لاش عايش، ديما نفس السيناريو كيتعاود، ولكن كيجي واحد النهار اللي حياتك كتبدل 180 درجة وكيوقعوا لك بزاف ديال المفاجآت في حياتك اللي انت ما كنتيش ضارب ليهم حساب. كلشي تيجي على غفلة، ولكن ضروري كتوصل لواحد المرحلة كتفكر في مستقبلك، كتفكر كيفاش غتعيش حياتك وتزوج ودير وليداتك، كتفكر كيفاش تبني حياتك، كتفكر كيفاش ترسم خطة لحياتك. ولو كتفشل، المهم كيبقى عندك دائما تفكير كيدور حول المستقبل. ديما كتقول كيفاش غندير باش نعيش مرتاح ماديا من هنا للقدام. هادشي كامل فكرت فيه، وتقريبا اي واحد فيكم فكر في هادشي، ولكن انا عمري ضربت ليه حساب، خليت القدر يتصرف. طولت عليكم شويه، غير بغيت ندير لكم شي دخله مقوده. المهم، انا هو داك الشخص اللي ما عندوش مع شي حاجه سميتها الحب. انا هو داك خونا اللي كينعس مع الربعه ولا الخمسه وكيفيق مع الوحده ولا الجوج. الوقت اللي قالها لي راسي، غير معمر الدار على والو. القرايه عندي زايده ناقصه، حيت شفت اللي قبل مني قراو حتى عياو. وفي الاخر كيجي عندي خويا شعيبه، ملقاش عندك شي كارو زايد. فاش تشوف هاد الديكور باقي غادا تقرا شي حاجه. اصلا القرايه راحت مع الناس القدام. المهم نسيت كاع ما عرفتكم عليا. سميتي كثر مني بوشعيب، مي كلشي تيقول لي شعيبه. جات زوينه ياكو. اصلا انا كاع ما كنتسوق 20 اونس هاد العام. الباك دزت غير بديك اللعبه تاع عمي زهره نتفكو من صداعو. ساكن في شبه الجزيره، فسمعتو جزيره يسحب لكم شي هواي. غير مطلع عليكم شبه الجزيره الداخله هادي، الله يعطيها شي زلزال تقسم داك الشانطي الوحيد ديال الخرجه ديالها، تولي الجزيره ديال بصح ديك الساعه، وتبدا تكحاس بلاصه غير حدا اسبانيا بعدا. بديت تنحلم تاني، كثرت عليكم. المهم، غير انا اللي عند الوالد والوالده خرجت فيهم الشيب الله يسمح ليا، وما مقود عليهم بجوج. الوالد كل مره فين مخشي مقاتل مع الزمان باش يخلص الكرا ويعيشنا انا والوالده. عند بالو انا راه تنقرا مزيان باش نخرجهم من الفقر، ولكن انا عاد ما كنزيد نخرج عليه ديال بصح. مع الصباح كنلقى ديك 20 ولا 15 درهم فوق الطابله باش تجيب بها الوالده شي لعبه وكذا، المصروف ديال الدار زعما. كندوز عليها قبل منها وكنهزها باش نشري ما نتكيف. راكم عارفين البليه، والوالده عارفه اش كاين، كتمشي غير كتكريدي عند مول الحانوت. المهم، حياتي كانت غاده على هاد الروتين. الدار الليسي مره الزنقه مع العشران، ناس كتصاحب مع محسن منا وانا معاشر مع مكرف مني. هذه هي الدنيا، بحال هكا كانت غاده حياتي. حتى لواحد النهار غادي تغير حياتي كامله في دقه واحده. من هنا غادي تبدا القصه ديالي. كندخل الدار شبعان جوانات بالليل، كنسمع نقير الوالد كيغوش على الوالده، كنسمع كيقول لها بغيت غير نعرف كيفاش كديري لهاد الفلوس اللي كنعطيك، حتى عمرتي عليا داك الكريدي كامل عند مول الحانوت، كيفاش غادي نخلصو انا دابا؟ الوالده مسكينه بقات ساكته وكتشوف فيا. يلا الوالد هز يديه بغا يضرب الوالده وانا نشدها ليه، وقلت لي انا اللي كنت تنهز دوك الفلوس اللي كنتي كتحط فوق الطابله. مع قلت لي هاد الهضره هو يجمع ديال مو بواحد النص، بدا كيشف عليا وكيقول لي ياك مسخوط الوالدين، حنا كنموتوا على قبلك باش تقرا ودير مستقبل راسك. شو شحال وحنا تنكبروا فيك حتى وليتي قد الجمل، كتافك كبر من كتافي وباقي كتهز فلوس المصروف ديال الدار وتخلي امك تمشي تكريدي. يلا خرج عليا من داري دابا، وعمري بغيت نشوف كمارتك. باقي هنا ما عندي ما ندير بالدريه الناقصه بحالك، الله يخليها سلعه. يلا هز عليا دوك الشراوط اللي عندك ودرك زلافتك من هنا. شدني خرجني الزنقه في داك الليل، وتنشوف غير في الوالده اللي كتبكي وكتحني على رجل الوالد كتقول ليه اسمح ليه غير هاد المره، هو اللي عندنا واش بغيتي تجري على الكبده ديالي. ما قدرتش نبقى نشوف الوالده كتعذب بحال هكا. لا عليا الصاك فيه حوايجي وداكشي درتو فوق كتافي، وجينا كلشي كيتفرج فينا. ما حملتش ديك الشوهه، ولكن انا اللي درتها بيدي. بغيت الفلوس كان عليا نعري على كتافي، تفو على عيشه. تميت غادي في ديك الليل تنفكر فين غادي نمشي وانا زيرو درهم ديك الساعه. حتى كنتفكر شي دراري تنعرفهم ساكنين في المسيره 3 بعيد على فين ساكن انا، في النهضه. تميت غادي عندهم في داك الليل حتى وصلت دقيت خرج ليا حمزه، قلت ليه السلام خويا حمزه صافا. الحمد لله خويا شعيب شابك في هاد الليل، حياتي راحت في داك الشيء، نقدر ندوز معاك هاد الليله؟ مرحبا صاحبي زيد دخل. دخلت لقيت خالد وياسين سلمت عليهم وانا نقول لهم فين هو اشرف، قالوا لي مشى سافر بحاله، ما هما غير كاريين تما. بديت تنفكر وانا نقول لهم انا غادي نشد بلاصتو نتعاون معاكم في الكرا، ما يصبروا عليا حتى ندبر في شي خدمه.
قالوا لي صافي. قلت في نفسي الحمد لله، هذا مسمار ديال السكنه طرقناه، باقي خاص غير خدمه. فين غادي نخدم؟ فين نمشي نخدم عند ولاد الناس يحرشوا عليا بحال العبد؟ لا، انا ماشي ديال داكشي. خاصني ندير شي خدمه ونجيب منها الفلوس. راه عارف نيتكم ناقصه. كما يصحاب لكم قلت غندير الخدمه نجيب منها الفلوس زعما نولي نكريسي ولا شي حاجه. قلت للدراري انا غادي نمشي نعس، حطيت راسي على المخده وبديت كنتفكر شنو نقدر نخدم في هاد الداخله اللي كلها بحر. نمشي نصيد ونبيع الحوت، غادي نكون تنخدم راسي ومشي يتحكم فيا حتى واحد ديك الساعه، واللي جبتها الله يجعل البركه. صافي غدا في الصباح بكري نتوكل على الله. قلبت جيبي ديك الساعه كنلقى عندي حمراء هي اللي كدور في جيبي، وانا خاصني سبيب وصناره ولدون. فاك تنتسلف عند الدراري، ما عندي ما ندير حتى للصباح. بعدا ديك الليله مبغاش يجيني الناس، تنحلم غير بالوالده مسكينه كتعذب. حتى وصلت ديك 7 ديال الصباح، جمعت الوقفه، غسلت وجهي وانا نفيق. حمزه خديت من عنده 20 درهم وخرجت مشيت. خديت سبيب وصناره ولدونه، وداك الصرف اللي بقى ليا فطرت به. ودزت عند مول الدجاج، خديت عنده شويه ديال المصارن ديال الدجاج باش نصيد بهم. وتميت غادي جنب الكورنيش حتى وصلت لواحد الكوان. هبطت لتحت، بقيت ديت صناره في السبيب واللدون. المهم داكشي هو هذاك. درت طعمه وقلت بسم الله توكلت على الله. لحت السبيب لقيت شحال والو، خرجت السبيب لقيت الطعمه مشات، وهذه تخويره سمكيه. معليش، عاود درت طعمه ولحت الصناره شويه تنحس بشي حاجه كتجر. ناري بديت تنجبد حتى كنخرج واحد الحوته. ناريش غادي نقول لكم اخوتي، اول مره تنشوف هذا النوع ديال الحوت في حياتي. ما عرفت شنو سميتو، في واحد اللون يا سلام كيجذب النظر ديال بنادم. بديت كنصيد، جبت 10 الحوتات بالحساب وفي نفس النوع. قطعت شويه ديال السبيب علقتهم فيه وانا نقول مع راسي هاد الحوت ماشي ديال البيع، خاصني نذوق ونشوف كيف داير. الا كان زوين وبنين غدا رجع نصيدو من هنا ونديه نبيعو. تميت طالع من البحر وغادي في الكورنيش. كان خاوي في داك الصباح، بانوا لي واحد جوج بنات اللي جايين تيجريو كيديروا سبور في داك الصباح. انا كاع ما ديتها فيهم حتى كتوقف وحده قالت لي السلام خويا، هاد الحوت عندك زوين، انت اللي صيدتيه؟ بقيت كنشوف، قلت لها بيان سيغ انا. ما كتشوفيش باقي هاز السبيب في يدي؟ ديزولي راه دوخاتني الشمس، ما ديش عليا. المهم اخويا عجبوني هاد الحوتات، ما غاديش نتفاك معاك حتى تبيعهم ليا. الصراحه انا ما ناويش نبيع هاد الحوت، بغيت غير نديه نقصيه، سمحي ليا. حشوم عليك، انت تقدر تصيد غيره كل نهار، وانا اول مره نشوف هاد النوع ديال الحوت اللي هازو. عمر بابا جابو، عافاك خليه ليا. بقيت شحال كنفكر وانا نبيعو ليها، ولكن اصلا محتاج الفلوس دابا. مي شحال غادي تعطيني كاع في هاد الحوتات؟ وانا نقول لها صافي ربحتي هاكي شدي. شدات عندي هاد الحوت ويجبد لي 200 درهم من جيبها. قالت لي شد، وناري حشمت نشدها عندها وحق الرب. الدريه تيزاد بصح وباينه لاباس عليها. بقيت تاني شحال كنفكر نشد ولا لا. ناري انا مقوده عليا نشد. شديت عندها 200 درهم وانا نقول لها ما عنديش الصرف، وهي تقول لي غير خذها كامله وشكرا حيت بززت عليك تبيعهم ليا واخا انت ما كنتيش باغي. المهم سلامه. قالت لي هادشي ومشات هي وصاحبتها. درت ديك 200 درهم في جيبي وتميت غادي. شويه انا نبدا نضحك غير بوحدي. الحمد لله ما كيصد الله باب حتى كيفتح بيبان. خاصني نحاول نصلح حياتي ونعول على راسي من اليوم. وصلت للدار لقيت غير حمزه، ياسين وخالد خدامين. قال لي حمزه فين كنتي؟ شتك هاز معاك داك السبيب، كنتي كتصيد؟ بقيت كنضحك، قلت لي دبرت على راسي واحد 200 درهم غير في هذا الصباح. بقى كيشوف فيه قال لي واش من نيتك على هذا الحساب نبقى نمشي معاك حتى انا نصيد؟ قلت لي حتى لا، راه وقع لي واحد البلان في هذا الصباح في شكل، والحوت اللي صيدت في شكل عمري شفتو من قبل. بديت تنعاود لي داكشي اللي وقع. في الاخر قال لي واش شديتي عندنا النمره بعدا؟ قلت لي واش من نيتك؟ بقات لي غير النمره دابا، ما عنديش مع البنات الصاحب. وانا ما تنفكرش في هادشي، وليت تنفكر اش غندير في حياتي. يلا نديرو شي لعيبه نتغداو بها. 20 درهم ديالك نصرفها ونعطيها لك، وقول لي بشحال كاين بعدا باش ندخل بجطي معاكم. واخا صافي يلا نديرو شي لعيبه نقصيو. وراه كاين واحد البريكول خفيف ظريف نطلعوا لواحد خونا البريك فوق السطح. تلا راه حلفت من خدمه عند شي واحد. من نيتك اصاحبي، هذا غير بريكول، تكمل داكشي تخلص تزيد بحالك. ما تنساش انت دابا راه مقود عليك ومحتاج الفلوس، فكر مزيان. ويا صاحبي عندك الصح. صافي انا معاك، نتغداو ونمشيو نطلعوا هاد البريك. هي هاديك
طيبنا البيض وما طيشه، الدراري خدامين باقي ما غاديش يجيو، خشينا في وجهنا وقال لي لبس شي حوايج ديال الخدمه ويلا نزربوا على داكشي دغيا. قلت لي صافي، بدلت حوايجي وخرجنا، تمينا غاديين، وصلنا حدا ديك الدار، تيبان لي البريك ببلاصي، وانا لي شحال شفت في حمزه وانا نقول ليه واش من نيتك اصاحبي، بجوج بينا غادي نطلعوا هادشي كامل، ترى هادشي غير 600 بريكه كنطلعها غير بوحدي، دغيا غادي نزربوا عليه بجوج متخافش. بلاتي شحال درتي معاه بعدا بالثمن؟ ما درت معاه والو، زيد توكل على الله نخدموا على راسنا. تسنى ندق عليه يفتح الباب، واخا سير على الله، نسال هادشي اللي كيوقع ليا في حياتي. فتح لينا خونا الباب، بدينا كنطلعوا في البريك حتى عييت مره، وداكشي كاع ما بغا يسالي، كيبان لي بحال كيتزاد، شحفت من العطش وانا ندق على مول الدار اللي كنطلعوا ليه البريك في السطح، هو ساكن لتحت. خرجت عندي واحد خيتي، قلت لها ممكن تجيب لينا شي قرعه الماء؟ قالت لي تسنى. بقيت كنتسنى شحال، هو هادي مشات تجيب غير الماء، حتى كتخرج عندي نعمسي، الفم ديالها تيبان حمر. قلت لي اسمح لي تعطلت عليك، هاك الماء، وهي تغمسني وبدات كتضحك. قلت لها شكرا، باش نكملوا نرجعها عليك. قالت لي ماشي مشكل، ومشيت عند حمزه عطيته يشرب. المهم شربنا وسالينا، هبطنا كملنا داكشي كامل، واخيرا تنشوف في يديا كيفاش كانوا وكيفاش ولاو تماره كتخليك تعرف بحق الزمان. شديت القرعه والكاس، يلا بغيت ندق وهي تفتح لي ديك خيتي، تصدمت، انا صحابها غير خارجه وهي تقول لي سميتي خوله، ها النمره ديالي في هاد الورقه، عندك ما تصيفطش ليا في الواتساب؟ شديت عندها النمره وقلت لها صافي هاكي على القرعه وشكرا، وكلمي باباك راه كملنا داكشي. واخر الناس انا غادي نفيقو، بعدا شنو سميتك؟ قلت لها بوسعيد، بقات كتخرع عليا بالضحك وهي تقول لي بحال سميت جدي. المهم مشات دازت واحد شويه ويخرج لينا الوالد ديالها، لاح لينا 100 درهم، بحال 50 درهم الواحد، ولكن هانيه بربي لا بقات فيه. من الصباح وانا كنهز في البريك ويعطيني 50 درهم، البنت الصباح لاحت لي 200 درهم وجوج حوسات، تعامل احسن من الرجال. رجعنا للدار انا وحمزه وعطيتو 20 درهم من ديك 50 درهم باش نتفاك انا وياه. هي هذيك، وصلنا للدار لقينا الدراري جاو ودوشوا، دخلت دوش حتى انا وخرجت بدلت حوايجي، بقينا جالسين شويه ودرنا العشاء طيب، وبقينا مقصرين كارطه حتى لديك الوحده، وكل واحد شد بلاصتو. صباح الحال هزيت سبيبي وشديت من عند الدراري الدوبل ديال السوارت، وخرجت دزت عند مول الدجاج كما ديما، خديت باش نطعم ومشيت لنفس الكوان. ما نكدمش عليكم، اللي كامل وانا تنحلم ديك خيتي اللي شرات من عندي الحوت، بغيت نشوفها مره اخرى. اما خيتي ديال بنت مول الدار كاع ما صيفط ليها كاع، اصلا ما عنديش كونيكسيون، خلي حتى غدا ندير روشارج. المهم بلاصيت في الكوان ديالي، درت طعمه في الصناره ولحت السبيب، والو ما كاين والو، طلع لي الدم جوج سوايع وما طلعت حتى حوته. يلا قلت اخر مره لونسي، لا ما طلع والو نمشي في حالي. داكشي اللي درت، بقيت شويه تسمعت شي حاجه جالسه كتحرك وانا نجبد واحد الحوشه، ونفس داك النوع ديال البارح، غير هادي كبيره شويه. فرحت بزاف، من بعد ما بقات باغا تطلع حتى حوته من غير هاديك. بقيت تنشوف فيها وكنهضر معاها، تنقول لها كيفاش غير انت اللي بقيتي في هذا البحر، فين هما خوتك؟ راه محتاج الفلوس. شويه بديت كنضحك، هزيت ديك الحوته وتميت غادي ندير عليها شي طاجين 5 غادي نوجد في الكورنيش تنشوف واش تبان ليا خيتي، والو حتى هي ما كايناش. صافي هاد النهار منحوس واقيلا. وصلت للدار ما كنلقى حتى واحد، هزيت بانيو بديت كنقي في ديك الحوته من القشره، فتحت ليها كرشه بديت تنحيد ليها مصارنا حتى كنلقى. المهم الخوت، كانت هذه النهايه ديال الجزء الاول ديال هذه القصه. نتقاشوا ان شاء الله في الجزء الثاني، ما تنساوش تخلي واحد لايك وواحد كومونتير باش نزيدو نكملو.